تخيل ان واحد صاحي الصبح فتح عينه بص على الموبايل قال هبص 5 دقايق بس، وبعدين فجأة وبعد ساعة ونص كاملة ولا اتعلم حاجة ولا خلص حاجة ولا استفاد حاجة، فيديو ورا فيديو ورا فيديو. عمرك تخيلت انك تبقى واقف في يوم من الايام وبتسأل نفسك هو انا كنت كده من زمان؟ هو انا كنت بقضي بالساعات اقلب في فيديوهات ملهاش اي لازمة؟ هو انا كنت زمان بعرف اخبار المشاهير اكتر ما بعرف اخبار عن نفسي؟ هو انا كنت بفتح الموبايل عشان اعمل حاجة مهمة او اشوف حاجة مهمة وفجأة الاقي نفسي بتفرج على فيديو عن شخص بيجرب اغرب سندوتش في العالم؟ المشكلة ان القصة دي مش عن شخص مجهول، لا دي قصتي وقصتك وقصة كل واحد فينا، يمكن تكون عني ويمكن تكون عنك ويمكن تكون عن ملايين الناس دلوقتي. انا بتكلم عن جيل كامل، جيل عنده معلومات اكتر من اي جيل قبله، لكن للأسف ما عندوش تركيز زي اي جيل قبله. جيل يقدر يتعلم اي حاجة من على النت، لكن للأسف ساعات بيعدي يوم كامل من غير ما يتعلم اي حاجة. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي مش ليه احنا بنضيع وقت، لا السؤال الحقيقي ايه اللي حصل لعقولنا؟ امتى بقينا بنعرف اخبار عن ناس عمرنا ما قابلناهم اكتر ما بنعرف اخبار عن اهلنا؟ امتى بقينا بنقضي ساعات بنتفرج على حياة الاخرين وناسيين نتفرج على حياتنا احنا؟ امتى بقى الطبيعي ان الواحد يقضي يوم كامل مستهلك من غير ما ينتج اي حاجة؟ النهاردة انا مش جاي هاجم حد ولا جاي اقول ان كل الناس وحشة، انا جاي اتكلم عن مرض بدأ ينتشر بهدوء وللأسف اغلبنا بقى شايفه شيء عادي. انا جاي اتكلم عن مرض اسمه التفاهة المستحدثة. زمان لما كنت تسمع حد يقولك ما عنديش وقت كنت تتخيل انه مشغول جدا، لكن دلوقتي كتير مننا بيقول ما عندناش وقت وتلاقيه بيقضي 4 5 6 ساعات على الموبايل عادي. لان المشكلة عمرها ما كانت في الوقت، المشكلة في الانتباه. الوقت موجود بس الانتباه هو اللي مسروق. كل دقيقة في اشعار، كل دقيقة في فيديو، كل دقيقة في خبر، كل دقيقة في ترند جديد، لدرجة انك بقيت تدخل تعمل حاجة مهمة وفجأة تنسى انت داخل ليه اصلا. تخيل ان في طالب عنده امتحان بعد اسبوع، خلاص بدأ يفتح الكتاب متحمس هيذاكر اهو، فجأة يجيله اشعار يفتح يلاقي فيديو، يقلب فيديو ورا فيديو ورا فيديو. بعد ساعة يرجع للكتاب يحس انه مرهق فيقفل الكتاب ويقول انا مش قادر اركز. طب هو فعلا مش قادر يركز ولا عقله اتدرب على التشتت؟ الحقيقة اللي محدش هيقولك عليها انه لا ده ولا ده. الحقيقة ان كل دقيقة بتقضيها على الموبايل على اي تطبيق في حد بيكسب منها. كل ثانية من انتباهك لها تمن. الشركات الكبرى بقت بتتنافس على اغلى شيء عندك، مش فلوسك، لا انتباهك. لازم تفهم انك مش بتنافس اصحابك على شغلك ولا على وقتك ولا على دراستك ولا على فلوسك، انت بتنافس شركات ضخمة جدا، شركات عندها علماء نفس ومبرمجين ومليارات الدولارات، هدفهم بسيط جدا، يخلوك تقعد على التطبيق بتاعهم اطول وقت ممكن. كل حاجة معمولة عندهم بدقة، الصوت، الالوان، الاشعارات، الفيديو التالي، التمرير اللانهائي، كل ده معمول بدقة، لان كل ثانية من وقتك بتساوي عندهم فلوس. زمان الطفل كان نفسه يطلع دكتور او مهندس او عالم، دلوقتي تسأل اي طفل نفسك تبقى ايه يقول لك مشهور. مشهور بس مش مهم مشهور في ايه، المهم مشهور وخلاص. وده خطر جدا لان الشهرة زمان كانت نتيجة، دلوقتي بقت هدف. خلينا اسألك سؤال، لو شخص بيقدم محتوى مفيد وعميق وشخص تاني بيقدم محتوى ملفت للانتباه، مين غالبا من وجهة نظرك هيجيب مشاهدات اكتر؟ خلينا اسألك سؤال تاني، لو شخص انقذ حياة 100 انسان وشخص تاني بيعمل مقلب غريب، مين فيهم اللي هيجيب مشاهدات اكتر؟ في اوقات كتير بل في الغالب هيكون صاحب المحتوى التاني، صاحب المحتوى التافه، لان عقل الانسان بيحب السهل، بيحب الحاجة السريعة، بيحب الحاجة اللي ما بتحتاجش مجهود. فمن الطبيعي ان المحتوى السطحي ينتشر بسرعة طبعا. لكن المصيبة مش هنا، المصيبة لما يتحول المحتوى السطحي لنموذج حياة، لما يبقى حلم شاب صغير انه مش يبقى ناجح في الحياة لكن انه يبقى مشهور باي طريقة، لما يبقى اهم سؤال في الحياة هجيب مشاهدات ازاي، مش هضيف قيمة للناس ازاي. وده مش معناه ان الناس سيئة، لا ده معناه ان جذب الانتباه بقى اسهل من جذب العقول، وده اللي احنا بنسميه صناعة التفاهة. عمرك فكرت ليه الفيديوهات القصيرة خطيرة؟ مش لانها حرام ومش لانها وحشة في حد ذاتها، لكن لانها بتدرب عقلك على شيء معين وهو السرعة.
تخيل ان عقلك طفل صغير كل شويه بتديله حلاوه، بعد شويه هيطلب اكتر واكتر واكتر. نفس الفكره مع المحتوى السريع، كل ثانيه حاجه جديده، كل لحظه اثاره جديده، لدرجه ان قراءه كتاب عادي تبقى ممله، محاضره مفيده تبقى ممله، مذاكره ساعه كامله تبقى مستحيله، التعلم يبقى ممل، الصبر يبقى ممل، كل حاجه طبيعيه في الحياه تبقى ممله، لان عقلك اتعود على المكافآت السريعه، اتعود على جرعات متتاليه من الاثاره، وبقى اي شيء طبيعي ممل، وده اللي احنا بنسميه ادمان الدوبامين. انا عاوزك كده تجرب النهارده تقفل الموبايل ساعه واحده بس، من غير فيديوهات، من غير اشعارات، من غير تطبيقات، وشوف هيحصل ايه. في ناس هتحس بملل، وفي ناس هتحس بتوتر، وفي ناس ايديها هتروح للموبايل من غير ما تحس، وده مؤشر خطير طبعا. والمشكله الاكبر ان في ناس كتير مفكره ان التفاهه مجرد فيديوهات تافهه، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. التفاهه انك تبقى مهتم بكل حاجه الا حياتك، التفاهه انك تبقى عارف اخبار الجميع ومش عارف اهدافك. اسمك ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. التفاهه انك تبقى عارف اخر الترندات ومش عارف مستقبلك، التفاهه انك تبقى عارف مين اتخانق مع مين وانت نفسك مش عارف انت رايح فين. زمان الترفيه كان مكافأة، تذاكر، تخلص شغلك، تخلص مذاكرتك، تروح تتفرج على فيلم. لكن دلوقتي بقينا بنعمل العكس، الترفيه بقى هو الاصل والشغل بقى هو الاستثناء. اول ما نصحى موبايل، قبل النوم موبايل، في المواصلات موبايل، في الاكل موبايل، اي وقت فيه لحظتين فراغ الموبايل بيبدأ يظهر. بقينا خايفين من الفراغ، خايفين نقعد مع نفسنا شوية، خايفين نفكر، فنهرب لفيديو وبعده فيديو وبعده فيديو لحد ما اليوم يضيع كله على الفاضي من غير ما نستفاد اي حاجة جديدة. والمشكلة انك بتحس انك عملت حاجة، لكن للأسف انت ما عملتش اي حاجة. خليني اقول لك الحقيقة المؤلمة اللي هتؤلم ناس كتير. اغلب الناس في الحياة مش هتضيع بسبب مشكلة كبيرة، مش بسبب كارثة ولا بسبب قرار واحد غلط، لكن بسبب آلاف القرارات الصغيرة. 5 دقايق هنا، 10 دقايق هناك، ساعة هنا، ساعتين هناك، وفجأة تكتشف ان سنة كاملة عدت من عمرك من غير تغيير حقيقي. والسؤال دلوقتي، طيب نعمل ايه؟ اول حاجة، بلاش تحارب التكنولوجيا، استخدمها وما تخليهاش هي اللي تستخدمك. حدد وقت للمحتوى الترفيهي، راجع وقتك، شوف كام ساعة من وقتك بتضيع يوميا. المهم تبدأ. اعمل لنفسك ورد قرآني كل يوم، اقرأ على الاقل 5 صفحات من كتاب كل يوم، اتعلم كل يوم 10 دقايق حاجة جديدة، اتعلم مهارة جديدة، امشي في يومك على الاقل ربع ساعة، ارجع مارس هواية، اتكلم مع اهلك، اخرج من الأوضة، ارجع لحياتك الحقيقية شوية، لان الحياة الحقيقية اجمل والله بكتير من الشاشة. واعرف انك اغلى من كده، صدقني ربنا ما خلقكش عشان تفضل طول عمرك تقلب بين الشاشات، ولا عشان تفضل مستهلك ومستهلك طول الوقت. عندك عقل وعندك طاقة وعندك قدرة تعمل بها امكانيات وحاجات عظيمة، لكن لازم تدي لنفسك فرصة. فالمرة الجاية قبل ما تمسك الموبايل عاوزك تسأل نفسك سؤال واحد، انا داخل اعمل حاجة محددة ولا داخل اضيع شوية من عمري؟ ولو السؤال وجعك فيمكن دي تكون بداية التغيير، ويمكن تكون دي اول مرة من زمان تفكر بجد، مش في الناس ولا في الترند ولا في المشاهير، لا في نفسك وفي هدفك وفي مستقبلك. لان اخطر حاجة ممكن تحصل للانسان انه يتعود على حياة اقل من اللي يقدر يعيشها. في النهاية انا مش بقول ان الضحك غلط ولا الترفيه غلط ولا ان اي محتوى خفيف سيء، لكن لما الترفيه يبقى حياتك كلها يبقى هنا المشكلة. ولما تعرف كل حاجة عن الناس وما تعرفش حاجة عن نفسك يبقى هنا المشكلة. ولما يضيع عمرك كله بين شاشة وشاشة، هنا بقى لازم تقف مع نفسك وتسألها، هو انا رايح فين؟ هو انا ليه بقيت تافه كده؟ واوعى تفكر ان انا جاي النهارده اعاتبك او اقول لك كلام ساخر، لكن عايزك تعرف ان ابو حسن بيجيب من الاخر. سلام.